عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم كاملين تكونوا في احسن الاحوال. سمحوا لي بديت وليت تنغبر عليكم بزاف. دابا جيت باش جبت لكم واحد الصابلي بريستيج غزال بالشوكولا. شوفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير ديالو. عندنا واحد جوج بيضات يكونوا كبار بحال هكذا، واحد ربعه ديال الزبده اللذه ولابونه اللي كان عندكم مهم ديال التوراق كتجي زوينه في الصابلي، واحد جوج كيسان ديال الزيت ديال العنبه، كاس ونص ديال سنيده، واحد الخماره ماشي خماره سمحوا لي عفوا، هذا فاني، واحد فاني. وانا غادي بغيت نسم بالفلون ديال الكراميل. الفلون ديال الكراميل كيجي فيه واحد اللذه زوينه، واللي ما عندوش فلون ديال الكراميل ماشي ضروري يدير فاني، ولا يدير اللي بغى، اي منسم بغى يديرو. وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الروح ديال الفاني باش تزيدني ديك النكهه ديال الفاني، يعني ربع ديال المعلقه صغيره باش ما كتمررش، حيت الا كثرتو منها راه كتمرر. وكيلو ديال الطحين، انا راه باقي ما حطيتوش، ملي غنكون كنخدم راني غادي نوريه لكم. كيلو ديال الطحين غادي نحطو حتى هو، غنقص منه شويه. يلا بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال الصابلي. نديرو ديك ربعه ديال الزبده في الكسعه ديالنا، كنزيدو عليها داك كاس ونص ديال سنيده هانتوما، وكنبقاو كنخدموا هاد الخليط ديالنا مزيان حتى كيولي بحال على شكل كريمه. ومن بعد كنزيدو عليه الزيت وداكشي. المهم ملي كنديروا الزيت وسنيده وداكشي كنبقاو نخدموه مزيان حتى كيتجانسنا داكشي، حيت بزاف الناس كيقولك بان الصابلي يطبعوه وملي كيديروه في الفران كيتجمع ليهم. خصكم تعرفوا علاش كيتجمع، حيت ما ملي كتكونوا كتخدموا سنيده مع الزبده ومع الزيت ما كتخدموهاش مزيان، بحال حتى كتولي بحال شكل كريمه وكتولي خفيفه، فهمتوني. وكتبداو تدلكوا الصابلي، يعني حنا الصابلي ديالنا ما خصناش ندلكوه، ملي كتدلكوه كيتجمع. دابا كنخدم ديك الزبده مع سنيده، وهنا درت واحد ديك الساشيه ديال الكراميل ديال الفلون، ودرت الفاني، ودرت واحد نص معلقه ديال الروح ديال الفاني باش كتجيب لي ديك التنسيمه ديال الفاني. هانتوما كنبقاو كندلكو هاد الخليط ديالنا حتى كيولي على شكل كريمه. عاد كنزيدو عليه الزيت والبيض. درت جوج كيسان ديال الزيت من بعد ما درتها بحال باش ولات ليا بحال شكل كريمه. درت داك الزيت، ودابا داك الزيت خصني ضروري ندخلو في ديك العجينه ديال الزبده وسنيده حتى كيولي كريم خفيف. من بعد ما درنا ديك الزيت وسنيده مع الزبده، شوف كيولي داكشي، كنبقاو كندخلو ديك الزيت على ديك الزبده وسنيده، شوف كينسجم لنا حتى كيولي على شكل كريمه. هانتوما دابا غادي ندير لهم دوك جوج بيضات وغنعاود نخدم مزيان. وبالنسبه للي باغي يدير الزبده ديال العبار، ملي كنديروا الزبده العبار ما كنديروش الزيت، والزيت كنديروها بالنسبه للمارغرين حيت كتكون شويه ناشفه، ما كتكونش ميدومه بحال الزبده ديال العبار. هما دابا انا درت دوك جوج بيضات، انا غادي نخدمهم مزيان تينسجموا ليا. نتوما بقاو معايا حتى تشوفوا الخلط ديالها كيفاش غادي تولي. ما شوفوا كيفاش ولات، شتي كي كتولي بحال شكل كريمه، شفتوا. دابا غنزيد على داك الطحين، داك الكيلو ديال الطحين غادي ندخلو تنشوف شحال غادي يدخل لي فيه، وغادي نقول لكم بعد شحال، ولكن راه ما كندلكوهاش. شوفوا غنبقى نجمع انا غير بالاطراف ديال الاصابع ديالي، حيت الا دلكات غادي يتجمع لكم الصابلي. حيت بزاف الناس يقولوا لك علاش الصابلي تيتجمع لينا، كيتجمع لكم لحقاش كتدلكوه ملي كديروا الطحين اللي هو ما خصوش يتدلك. ها نتوما شوف، شتي كنبقاو هكا غادي بشويه بشويه حتى كندخلوا فيه داك الطحين. مع البنات من بعد ما جمعات راه كندير لها غير هكا بالطحين، ها نتوما بحال هكا. انا نوريكم بواحد شويه، شي بحال دابا هذا هو الطحين، كنبقى ندير لها غير هكا هكا، شفتوا غير هكذا حتى كيدخل داك الطحين فيها، يعني ما خصنيش ندلكها نهائيا. راه الا دلكتوها راه غتعوج لكم الصابليه في الفران، غديفورما. انا باقي كنأكد عليكم، غير هكا كنديروا غير بصباعنا حتى كتدخل فيها داك الطحين. ودابا غادي نديرها في بلاستيكه وغنديرها في الثلاجه مده ديال نص ساعه حتى كتقدر ساعه، عاد كنبدا نخدم بها بشويه بشويه. هما البنات شوفوا من بعد ما كتطلق لينا كنطلقوها، كنديروا ميكا هكا لتحت هنايا، وكنديروا ديك العجينه وكنديروا فوق منها واحد البلاستيكه بحال هكا باش كنطلقوه بالدلاك صافي. كنبقاو نقطعوا بالمرشم. انا ما غنديرش وحده فوق وحده، غندير وحده ديال الصابلي وفوق منها الشكلاطه ديالها وصافي. يعني غادي نديرها مرقيقه مغليظه موين. ها نتوما على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا كيف جات، تجي زوينه ولذيذه، وداك الفلون ديال الكراميل كيزيد لها واحد النكهه واعره بزاف. البنات من بعد ما كنطيبوا داك الصابلي ديالنا، شوفوا باش انا قلت لكم ما تدلكوش العجينه، حيت هانتوما شفتوا ما دلكتهاش. وقلت لكم بالنسبه لذاك الخليط ديال الزبده وسنيده والزيت والبيض تتبقاو تخلطوه حتى كيندمج مع بعضياته كيولي بحال شكل كريمه. هانتوما شوفوا كيفاش جا، ما ديفورماتش نهائيا هذيك العجينه، هانتوما كيما حطيتها كيما بقات.
شفتوا كيفاش كتجي غزاله، واحد لوغو فيها بداك الفلون ديال الكراميل كيعطيها واحد لوغو واعر بزاف. ها نتوما البنات، ودابا غتبقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش غادي ندير باش غادي نفينيها بداك الشوكولا باش غادي تجيني صابلي بريستيج. من بعد ما كيطيب لي الصابلي راني ديجا كنت وريتكم كيفاش كناخذ شويه ديال نسلي كراميل وكندير معاه شويه ديال الجليكوز. ها نتوما ها هو الجليكوز، شوفوا معايا هو هذا الجليكوز، وكندير معاه واحد شويه ديال الكريم واحد عفوا ديال نسلي كراميل. وبالنسبه لي ما بغاش يدير نسلي كراميل كيدير شويه ديال الجليكوز والنطاج باش كيلصق له الصابلي وكيجي على هذا الشكل هذا. ها نتوما شو كيجا الشكلاطه. انا كنت اختاريت هذا الشوكولا هذا درتو في السيليكون، كديروا في داك المول ديال السيليكون، كدوبوه بلا زبده بلا زيت بلا حتى شي حاجه، وكديروه في المول السيليكون كديروه في الكونجيلاتور صافي حتى كيجمد وكتحيدوه وكتخليوه على هذا الشكل هذا كيجي. نتوما شوفوا البنات معايا. وانا التزيين ديالو درت غندير نص بنسلي والجليكوز ونص غنديرو بشوكولا بيض، حيت انا درت دابا نسلي والجليكوز وما نقصحش ليا بزاف. ودابا غادي نديرو بالشوكولا بيضاء ندوبها باش غنديرها الوسط باش غير غنزين هكا باش ندير هاد العقيقات بحال هكا. شوفي كي كيجي على هاد الشكل كيجي منظر غزال وزوين ما شاء الله. كنتمنىكم البنات باش تجربوا هاد الحلوه هادي، والله الا كتجي واعره واقتصاديه بزاف، حيت ما كنديروهاش بالزبده ديال العبار غير الزبده اللي كنت وريتكم. شوفي كي كيجي غزال البنات. شوفوا كي كنديروا الصابلي ديالنا، هذا هو الوجه، هذا الوجه ديالو كنخليو الوجه ديالو وكنمشيو للظهر ديالو بحال هكا على هذا الشكل هذا. كندهنوه بهذا الخليط هذا ديال الجليكوز والكراميل نسلي كراميل، وكنديروا الشوكولا. هانتوما شوفوا كناخذوا هاد الشوكولا هادي وكنحطوها فوق هذا. هانتوما على هذا الشكل هذا شفتيها على هذا الشكل. هما البنات من بعد ما فينيتها درت لها كي قلت لكم قبيله داك الجليكوز ونسلي كراميل لصقتو بها. شوفوا كي كتجي على هذا الشكل هذا. ومن بعد درت ليها في ديك الحفيره درت لها شوكولا بيضاء ودرت لها داك العقيق. ولا بغيتو تخليوها غير هكاك سامبل خليوها ماشي مشكل. ها نتوما شوف كي كتجي على هذا الشكل هذا كتجي واعره بزاف البنات، والمذاق رائع 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 بزاف. كنتمنىكم باش تجربوها وتخليو لي تعليق من التعاليق ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عندي في القناه ديالي. ومرحبا بالناس الجداد عندي. يلا البنات بسلامه عليكم.